السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت في فيديو جديد بعد سحبة طويلة جدا، بس هو غصب عني. انتوا زي ما انتوا عارفين كنت بنزل شورتس، اللي كان بيشوفها موبايل كان بيموت حرفيا، وكمان عشان الدراسة في تالتة اعدادي وكده. بس الحمد لله خلصتها وجبت موبايل الحمد لله. فرجعت بسلسلة جديدة في القناة، لعبة أول مرة ألعبها اللي هي بيس. كنت بلعبها زمان بس دلوقتي أول مرة ألعبها في اللي هي بيس 2024. فقلت نعمل حساب معاكم واصور. تمام، عارف فيها حاجات كتير وعارف فيها بعض الاشياء لكن نسيها يعتبر. تمام، فلو لقيت في حاجه انا قلتها غلط مش عارفها او حاجه قلت عليها ان هي بتعمل حاجه وهي ما بتعملهاش فصححولي يعني، وبس. طيب ودلوقتي بنعمل الحساب كده في السريع. طالب مني الاسم فكتبت له الاسم، والمفروض الحمد لله ما فيش حد واخده. طيب طالب مني احمل حاجات مش عارف ايه ده، المهم نحملها كده في السريع. واختار الكلاسيك، وهنا بيقول لي اختار الفرقة تقريبا. ماشي، خش بالاي سي ميلان مش هتفرق. دي الباكات اللي موجودة تقريبا. في جوائز عمالة تجيلي 10,000. حلو، فيدوني لاعب 5 نجوم و10 كوين. هو المفروض بفتح على اللاعب ب100 كوين. ودي تقريبا كارت تدريب او حاجة كده. في فاتحة ايطاليا وفاتحة فرنسا. ماشي، اخرج اخرج. ما خلاص يا عم. طيب عندي هنا اجمع الجوايز. شوية جوايز كويسة، يعني ان احنا لسه بادئين الحساب، واعتقد لسه في جوايز تانية هيدوها لي. ماشي. في هنا لاعب 5 نجوم، ايوه ده اللي احنا خدناه. هنجرب كده نفتحه، يعني ممكن يطلع حاجة كويسة. يعني المفروض دوت كارت بيزك، يعني اللي هو مش حاجة مطورة، فهنشوف. دوري اسباني، جريزمان ماشي، يعني كويس. في البداية كنت يفضل حاجة تانية، بس يعني تمام قشطة. في هنا بقى عندنا على باك ايطاليا ده ايبك بوستر. طيب نجرب كده نفتح فتحة، يا رب يطلع اي حاجة يعني هيفيدنا جدا. اعتقد ما فيهاش حاجة مدام بيضة من جوه. هي بيضة، لا يبقى كده ما فيهاش حاجة. فال ما فيهاش. طب بما اننا ان احنا خدنا فتحة مجانية، جات لي فكرة تصدق كده. ممكن نقعد نعمل حسابات تانية وعلى وافتح على الباك ده لحد ما يجيلي لاعب ده، هيكون كويس. في هنا فرنسا وارسنال بس لعيبه بيزك برضه. طب هعمل الحوار ده واشوف هيكون كويس، اللي هو على الباك، على باك ايطاليا ده. هجرب كده وهشوف. طيب هنا كان طلع لي ديلبيرو. كنت عملت اكتر من اكونت وطلع لي ديلبيرو الحمد لله. كده هيكون حساب كويس جدا جدا وهيكون حظه جامد. فالحساب ده هيكون يعني بداية فيه كويسة جدا يعني. المهم يعني هو في مهارة حاجة اسمها بليدز كيرلر حاجة كده، فدي تقريبا اللي هي بتخليه يكون الكيرل عنده كويس، يعني بيجيب ارتو كويس، فكويس يعني. وفي لاعب كمان اسمه فيرتس مجاني فهلعبها واجي. طيب لعبتها اهو. هو المفروض في اكتر من لعيب، 3 لعيبة، بس انا اخترت فيرتس لانه هيكون كويس كهجوم يعني. فهو بيوصل في التشكيلة 97، فكويس. والمفروض ان في احداث كده 50 كوين و100 كوين وحاجات كده، فهدور عليها والعبها وارجع لكم. طيب لعبتهم وخلصتهم، جمعت 350 كوين، وكان في ماتش كده 100 كوين لعبته، وفي 3 150، يعني كده 250. وفي كمان 50 كوين في الهدايا. وفي هنا لعيبة كتير قوي كده جاتلي اللي هي دي، فهفتحهم كلهم وارجع لكم.
دي كده التشكيلة لسه ما عملتهاش، هدوس كده واوتو بيك بلايرز ده بيحط اللعيبة على طول. دي كده التشكيلة، اعتقد مش محتاجة حاجة غير بس التطوير. المفروض في اللعيبة لسه هتتطور، وما عنديش بدلاء لسه. هي اللعيبة كهجوم كويسة، المشكلة في الدفاع والحارس. فهنظبط التطويرات وهرجع لكم. هسرع الحتة بتاعة التطوير عشان ما الفيديو ما يطولش. وانا بقلب في الاحداث برضو لقيت ان في فتحة مجانية على الدوري الاسباني اللي هو فيه روديجر. فالمفروض ان هو ياريت يطلع لي، يعني في برضه اكتر من لعيب كويس في الدوري الاسباني، فياريت يطلع لي. واخيرا خلصته. لعبت حوالي 5 أو 6 متوشة بسبب ان انا كنت عامل الصعوبة قليلة، وكمان مش معايا لعيبة كتير، اشتريت شوية لعيبة كده. المهم هنجمع كل الجوايز. جالي مش جوايز كتير، بس كنت طول ما انا بلعب عمال يجيلي جوايز كده تانية، اللي هي المشانات دي، اللي هي المهام. في 72 جايزة. في هنا 100 كوين او 50، ما شفتش. هاخدها 100، هاخدها بكرة. تمام. المهم في هنا جمع كده شوية حاجات. في جي بي كتير جدا. الجي بي بقى 600 ألف يعتبر. نقدر نشتري لعيبة. دي كروت تطوير وكروت تطوير في هنا بقى كوينات. في هنا فتحات مجانية كتير على باك الأرجنتين وفرنسا. وفي كمان كوينات. في 50، في 100 كوين هاخدها بعد أسبوع. والتاني تقريبا فيه 50 كوين. دي هنا فيها فتحات مجانية. دي فيها 50 كوين تقريبا، كنت شفتها. ننزل كده اهي 50 كوين. وفي 50 كوين كمان هنا، يعني انا كده هيكون معايا 100 كوين كمان. يعني كده هيكون معايا 250 كوين. فشوية كويسين جدا. المهم عندنا هنا باكج الاسباني والارجنتين وفرنسا، فهفتحهم بس عشان الفيديو ما يطولش قوي فهسرع الحتة دي. طيب دلوقتي جمعت كل اللعيبة اللي كانت عندي، واشتريت كمان لعيبة بعقود الترشيح وشوية لعيبة كويسة يعني. المهم هنبدأ نظبط التشكيلة. انا مسرع الفيديو شوية عشان الفيديو ما يكونش طويل قوي. هنبدأ نظبط التشكيلة ونظبط الخطة. طلع لي ميسي، طلع لي جبت الواد اللي هو السي بي دوت، طلع لي سيو، وطلع لي كمان اللي هو ال دبليو اف الجناح من الدوري الاسباني، وكمان طلع لي كوندي. فده كويس جدا يعني. فدي كده التشكيلة اللي قدرت ان انا اعملها في خلال حوالي يوم تقريبا، بس مش لعبة متواصل متقطع. وان شاء الله ممكن الحلقة تنزل فيها، يعني السلسلة دي قصدي ينزل فيها كل اسبوع حلقة او حلقتين. يعني كل ما اجمع كوينز اجمعها وانزل فيديو. وان شاء الله الفيديو الجاي هحاول اجيب باك انجلترا والبرتغال. لو جبتهم هيطوروا التشكيلة جدا جدا جدا. الباكات هي احسن حاجة انا بالنسبة لي، ان انا لو جبت باك احسن من ان انا افتح على باك مش مضمون. فده بالنسبة لي مهم. عندنا دي كده التشكيلة. حاولت العب على قد ما اقدر كل اللعيبة بتاعتي. وكمان المشكلة ان انا عاوز دفاع وبديل للنني، عشان لما جربته في المنتشر ما كانش افضل حاجة وبس. وبرضو محتاج حارس. وبس نكون كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. متنسوش اللايك، الاشتراك، تعليق. وعلى قد ما نقدر اي حد يشوف الفيديو حتى حط لايك، مش هتخسر حاجة والله. عشان التفاعل هيكون حرفيا واقع جدا، عشان قطع كتير جدا، بس والله غصب عني. يعني هو غصب عني. بس اول ما جبت موبايل وقدرت ان أنا انزل فيديوهات نزلت. تمام. بس يا ريت تفاعل يكون كويس، عشان اللي هو اتحمس ان انا انزل. لما يكون التفاعل قليل
انا كده مش هستفاد حاجه، فاهميني؟ فياريت لايك اشتراك وبس كده. وياريت تقترحوا عليا اسم للقناه، لان انا مش عارف الصراحه الاسم يكون يعني. انا كنت بنزل ماينكرافت الاول، فاللي عاوزني اكمل ماينكرافت وبيس مع بعض يقول، اللي عاوزني اكمل ماينكرافت بس يقول، اللي عاوزني اكمل بيس بس يقول، عادي يعني. بس انا شايف ان انا ممكن العب ماينكرافت وبيس مع بعض، ممكن كمان اخليها منوعه. عامه شوفوا اللي انتوا عاوزينه وبس. سلام.